السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. عملنا بقى النهارده الفطير ده، عملناه بطريقه سهله خالص وبسيطه. بصوا ما شاء الله، بصوا اهو عامل ازاي. عملنا الاربع فطاير الكبار دول من كيلو دقيق واحد واقل كمان والله. بصوا بصوا اهو، بصوا ازاي السخن مش عارفه افتحه اهو، شايفين اهو. عملنا بطريقه سهله خالص، بطريقه بسيطه اهو. سخن سخن لسه طالع من النار اهو، شايفين عامل ازاي اهو. عملناه في البيت بطريقه سهله وطريقه بسيطه. جبنا بقى قديمه كده بزيت وخيار وقوطه وعسل على طحينه وجبنه بيضه وخيار وبيض للي عايز للولاد ولا حاجه اهو. يلا بينا نشوف الطريقه مع بعض ونشوف عملناه ازاي. يبقى لو عجبك الفيديو متنسيش تشتركي معايا وتعملي لي شير او لايك. تعالوا بقى نعمل فطيرتين كده النهارده. كل يوم حيرة كده على الاكل والواحد زهق والجو حر. قلت اعمل فطير كده. اول حاجه جبت الطبق بتاعي اهو، حطيت معلقه من السكر ونص معلقه كده من الملح، معلقه كبيره يعني من السكر. وهنزل هنا معايا كيلو دقيق كده اهو، هنزل بيه كده اهو. محتاجش الفطير غير سكر ورشه ملح والدقيق اهو. الجو حر مش محتاج ميه دافيه ولا حاجه. لحد بقى ما العجينة هشوف هتتعمل معايا ازاي. عجينها لحد ما تخليها عجينة طرية كده. محتاج مية تاني معايا، اجيب مية تاني وارجع. بصوا العجينة معايا كده انا لميتها اهي، بتلزق معاكي شوية. ما تضيفلهاش دقيق ولا حاجة، هي عجينة الفطير بتلزق كده. هتنك بقى نعجن فيها زي ما هي كده، مش هنضيف لها اي دقيق ولا اي حاجة لحد ما تبقى معاكي عجينة طرية. وتسيب من الطبق خالص، والطبق ده ما يبقاش فيه اي حاجة، يبقى نضيف خالص. فهي كده هتاخد معايا كده 5 دقايق كمان او عجن على نفس التلزيقة دي. هي مش هتبقى ملزقة بقى العجينة دي، هتنضف من ايدك وهتنضف من الطبق وهتلم معاكي. هعجنها بقى 5 دقايق كمان كده لحد ما تبقى عجينة طرية وارجع لكم. بصوا العجينة اهي، شوفوا عاملة ازاي معايا، اتلمت وعاملة ازاي طرية خالص اهي. هحط لها بقى الزيت كده. هحطها بقى بكيس واركنها بقى ترتاح نص ساعة ساعة على حسب بقى ما انت عايزة تخليها عاملة ازاي. اهم حاجة بس لو هي لزقت معاكي تستنيك ايه، تعجني فيها شوية حلوين لحد ما ايه، ما تلم كده وتبقى ايه معاكي ناعمة وقوامها طري كده اهي. نغطيها بقى ونسيبها ترتاح شوية ونبقى نفردها مع بعض. بصوا كده العجينة معايا سبتها ترتاح اهي، هنفردها بقى مع بعض. عندك زبدة وسمنة، زيت على سمنة، زيت على زبدة، الموجود عندك. انا عندي هنا زبدة اهي، هفرد بيها، هفرد العجينة واحطها اعمل بها الفطير. كورتها هسيبها بقى ترتاح
10 دقايق وابدا فيها فرد. نديها كده. معاك كل شويه دي اللي عملناها دي على دي على كمان واحده. خلاص اهي. خلاص بقى كده. عايزه بقى تدخليه الفرن تدخليه تخبزيه. انا بسوينا على الطاسه اهو. بصوا هنا كده برضو اهو. بصوا اهو الطاسه اهو وبقيته اهو لسه عاوز يستوي. عايزه تحطيه في صينيه وتدخليه الفرن براحتك، بس انا بسويه كده في الطاسات كده على البوتاجاز. اخلص الكميه وارجع.